ديربي البيضاء مرة أخرى يخلق الحدث، ليس كما عهدنا من قبل. هذه المرة الجمهور البيضاوي يعلن عصيانه عن الديربي. أرقام مبيعات التذاكر تبعث رسائل واضحة. المثال من معقل الوداد المدينة القديمة، ما كان يباع في ساعات بيع الآن في أسبوع. العدد الإجمالي اللي تباع يعني ما كيتجاوش تقريبا من المدة ديال اليوم الثلاثاء اليوم 200 ورقة، وهذا في الوقت اللي كنا يعني كان البيع ديال 200 ورقة كتاخذ لنا ساعة أو ساعتين في البيع ديالها. كيف كما قلت في السابق انه هذا يعني صوره غير لائقه. ما باغينش يحضروا، غيتجنبوا اول حاجه غيتجنبوا الصداع. ما باغيين الصداع حيت باش يعرف الجمهور الكريم العربي كامل الوينرز والجمهور الوداد راه ماشي كيجيو باش يديروا الصداع، كيجيو يتفرجوا. والديربي غادي كيقولوا راه غيكون سعودي، ناضوا داروا قالوا حنا ما نمشيوش للتيران. من المدينة القديمة إلى معقل الرجاء درب السلطان، ليس هذا ما عهدناه من قبل. انخفاض في حركة البيع وأسباب أخرى يكشف عنها النصف الأخضر، ليبقى التغني بأمجاد أزمان سابقة. بكري كنا كنجلسوا حنا هذيك الساعة كنجلسوا في البرجيكو وداديين ورزاويين، ماكلة وحدة وشرب واحد، ماكلة وحدة وشرب واحد، وملي كاين سالي الواحد كتروح فرقة هذه ولا الواك ولا الرزا كيكون الاخر كاين الاخر. اليوم دابا هاد السبه اللي طالعين انت ودادي انت رزاوي ولات واحد شويه العداوه، ولاو حرب عصابات، حرب الاحياء. هذوك كاينين وجوه الخفاء كيساندوا هذوك شي وحدين اللي ما معروفينش، كيدخلوا من الدوزيام ميطا بالعصي والزراوط والحديد، ولكن حنا واحد الناس كنحاربوا الشغب وسط المكانه. هي فرحة بالديربي يخلقها الصغار دون الكبار، صغار يمنعون من ولوج الملعب دون أولياء الأمور، وكبار يولون ظهورهم لمركب محمد الخامس، ليس بأسباب النتائج هذه المرة. فهل يستطيع الديربي إقناع عشاقه بالحضور في آخر لحظة؟